من أجمل البيوت في العالم منزل الصخرة الموجود في دولة البرتغال. هو عبارة عن صخرة كبيرة محفورة من الداخل، ويصلح طبعا إن الناس تعيش فيه. بيعتبر دمج ما بين الطبيعة والحداثة، ومع النظرة الأولى تحس إنك بتتفرج على لوحة فنية أو مقطع من فيلم خيالي. وتم تصنيفه على إنه من أجمل وأغرب البيوت حول العالم. تاني منزل وهو البيت الأعوج، وده تم تصميمه من قبل مهندس بولندي، واستغرق سنة كاملة في بنائه. تم بناؤه طبعا من سنة 2003 لسنة 2004، وطبعا اتسمى بالبيت الأعوج لأن مفهوش أي زوايا قايمة، وده يعني نوع من أنواع الإبداع والخيال اللي ملوش حدود. بالنسبة لبيت المكعبات فده بيحمل مجموعة من الأسرار الخفية، بمعنى إن البيت عبارة عن مجموعة بيوت مكعبة، وبيصعب على أي إنسان تحديد المدخل أو المخرج بتاع البيت ده. وبالمناسبة هو موجود في هولندا. بيت التلج ده لما أي حد بيشوفه بيفتكر قصة بياض التلج والأقزام السبعة، وتحس كده ان هو مبني من الاساطير القديمه بتاعه الاطفال. طبعا تم بناؤه من الميه والطين والرمل بس، وهو موجود في مدينه فانكوفر الكنديه. بيت الحذاء تم بناؤه في سنه 1948، اللي بناه شخص مجهول كان بيشتغل يعني في مجال الاحذيه، وكانت فكره البيت كنوع من انواع الدعايه والاعلان لمنتجاته. البيت شكله غريب من الخارج، والفكره بتاعته غير تقليديه، ودي اكتر حاجه كانت بتميزه. اخر بيت معانا النهارده هو البيت المقلوب، وده طبعا باين من اسمه. البيت اتبنى بطريقة مقلوبة، حتى العفش بتاعه من الداخل برضه مقلوب. تحس كده ان في حاجة مش مفهومة. والمكان ده ما يصلحش للسكن نهائي، بس بيعتبر واحد من اهم المزارات السياحية على مستوى العالم. وفي النهاية بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والمشاركة، وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه جداد. ما تنسوش كمان ان رأيكم بيهمني جدا في التعليقات. سلام.